حالة ريبين من وجهة نظرك طرد صحيح أم لا كانت تستحق البطاقة الصفراء؟ شوف كابتن علي، احنا لما نتكلم ما نتكلم بعاطفه، احنا نتكلم بقوانين كرة القدم. زين. ريبين سولاقة آخر لاعب كان، وأعاق لاعب المنتخب الكويتي يوسف ناصر. وهذه اسلوب لعبهم بالمناسبه، اسلوب لعبهم اللي هم دائما اعتمدوا عليه مع، وكثير من المرات تكلمت بيها بحلقات سابقه. حاله نفسها تكررت مع الاردن، تكررت ويانا، وما ما اتعظنا بهذه الحاله، ما اتعظنا. يعني هاي المفترض انه احنا نتعظ انه هذه الحاله ما تصير ويانا، ذلك صارت ويانا. وانا اشوف انه قرار الحكم كان صحيح. هل قرار الحكم كان صحيحا دكتور؟ انا اشوف يعني متواصل حتى ويا اساتذه بالتحكيم، الان وياي الاستاذ حازم الشيخلي واحد من خبراء التحكيم، يقول قرار الطرد غير مستحق، البطاقه الصفراء كانت كافيه، لم يكن الاعثار بتلك الوضوح، ما كان الاعثار قوي جدا. اذا شاهدنا ترى رجل اللاعب ريبين ارتطمت باللاعب الكويتي اللي ذاهب. اذا احنا نقول انفراد واكو اعثار، لا كنا نقول قرار صحيح، بس ماكو هو اصلا يعني الاعثار ما كان متعمد، ما كان اثنينهم يركضون على الكره، فمن يصير ارتطام الموضوع طبيعي جدا. فانت تنطي بطاقه صفراء اعتقد قرار طبيعي جدا، ماكو اي اشكال. اما انت بالدقيقه الثانيه تمنح هذا القرار البطاقه الحمراء، يعني لو سحب لو اعثار، احنا بالعكس احنا مع قانون ولا نجامل على حساب القانون. طيب خلي انتقل مباشرة إلى مراسلنا من البصرة زميل مصطفى الأسدي لنقل ردود أفعال الجماهير العراقية بعد التعادل مع الكويت. تفضل مصطفى، لك الكلمة. نعم، تحية طيبة زميل. اليوم مباراة مهمة حقيقة خاضها المنتخب الوطني مع نظيره الكويتي. حقيقة هذه المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي وهي نتيجة جيدة رغم ظروف المباراة الصعبة التي خاضها. هنا في البصرة طبعا استعدت الجماهير قبل بداية المباراة